السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه يا احلى اخوات في العالم وفي الدنيا كلها؟ يا عيلتي الجميلة، يا عيلتي الكبيرة اللي بفتخر بيها. بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم يا رب، ومنين ما تحطوا رجلكم يراضيكم قادر كريم. وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد وشمس يوم جديدة. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. بس خلونا قبل ما هنبدأ زي ما تعودنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل يا رب العالمين يومنا مليان بالخير والسكينة، واملأ يا رب قلوبنا طمأنينة وسلام، وابعد عنا يا رب العالمين كل هم وحزن وضيق. اللهم ارزقنا راحة البال يا رب وهدوء النفس وصفاء القلب يا رب العالمين، واجعل لنا من كل ضيق مخرج، ومن كل ضيق فرج، ومن كل هم مخرج يا رب العالمين، ومن كل تعب راحة وسعادة. اللهم اجعل أيامنا عمرنا بذكرك وقلوبنا مطمئنة بقربك، وارزقنا يا رب السكينة التي لا تزول والسعادة التي لا تنقطع، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين آمين آمين. حبايب قلبي، خدتكوا كده وبعد ما سمعتكوا صوت العصافير اللي عندي خدتكوا كده ودخلت على المطبخ على طول. جالي مشوار وعايزة أنزل ضروري، وبعدين قلت لازم ايه أفنش الدنيا كلها وايه واشوح حتة لحمة كده عشان لما أرجع يكون في غدا للبيت وللولاد ويكون شقتي نظيفة. أنا مش عارفة أنا هرجع معايا ضيوف ولا لأ، لسه مش عارفة، بس أنا جالي مشوار وهنزل دلوقتي، فأنا قلت ايه اجهز الغدا على طول بحيث ان انا لما اجي يبقى ايه، واعمل بالزيادة يكون ايه اللي هيجي يكون فيه اكل، واكون منظفه الشقه. طبعا انا قايله لكم ان انا قبل ما بنزل اي حاجه بعمل حسابي ان انا زي ما اكون عازمه ضيوف عندي لازم انزل واسيب شقتي دي بيرفكت، اسيبها نظيفه قشطه. ليه يا بنات؟ انا متعوده على الموضوع دوت، علشان لو انت نزلتي وقابلتي حد على غفله من قرايبك جايه، جاره ليكي جايه اي مكان، تبقي تفتحي باب الشقه كده وتقولي يا مرحب ويا اهلا ويا سهلا، وانت كده ايه واثقه في نفسك كده ان شقتك نظيفه. لا اجري يا بنت بسرعه لمعي الحته دي، اجري يا بنت امسحي دي، اجري يا بنت لا لا لا، احنا جاهزين ومسيطرين، ومن موقع هذا بقول لكم احنا قدها. واللهم لك الحمد يا بنات. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا كنت عامله، هي بره الموضوع بس انا عشان ما بخبيش عنكم حاجه يعني. انا يا بنات كان من بعد ماما اغلبيه سناني باظت، فاهمين قصدي؟ فانا كنت عامله ايه، كنت عامله ضرس، عامله له زي حشو عصب كده، وحطيت عليه ايه زي طربوش. الدكتور قال لي ده بيكون حمايه للضرس اللي هو معمول حشو عصب. انا عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم امبارح ماسكه معلقه الرز ولسه بقول بسم الله وباكل، والله العظيم لقيت الضرس طلع في ايديا. وحياة ربنا يا بنات زعلت جدا 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 على نفسي. كلمت الدكتور وقلت له، قال لي ايه طب تعالي وايه وهروح له واشوف، لاني مكان ما الطربوش وقع طبعا هو بيكون مصغر الضرس الصغير. فعايزه اقول لكم ان ميه ولا هوا ولا حاجه بيتعبني جدا وحياة ربنا. فبجد حافظوا على نعمة السنان دي يا ولاد، والله العظيم اول باول اغسلوا اسنانكم بالفرشة وولادكم. انا عارفة ان انتوا كلكم شاطرين بس برضو احنا بنذكر بعض. انا الحمد لله يعني نضيفة في اسناني، بس الموضوع ده من بعد ماما من الزعل لقيت سناني كلها عامت، سناني كلها عامت من الزعل. المهم يعني الحمد لله على كل حال. فانا طبعا كنت نازله بقى مشوار، فقلت ايه اشطب شقتي وايه واشوح حته لحمه كده بحيث لما اجي يكون في اكل. بصوا عملت لحمه مشوحه بطريقه حلوه قوي يا بنات، هقول لكم على طريقتها. انا بعمل ايه، بحط حله على النار فيها ماده دهنيه، وانزل باللحمه تاخد صدمه، ما اقلبهاش خالص ماشي، وانزل معاها بايه بقى، انزل معاها بسم الله الرحمن الرحيم، بنزل معاها بمسمارين قرنفل، عود قرفه، ورقتين لوري، فص مستكه، حبهان وبعدين ايه، وبعدين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعدين اشوحها كويس قوي، وبعدين اقوم نازله بالتوابل بتاعتي اللي هي ملح، جوز الطيب، مكعب مرقه لحمه، بابريكا، فلفل اسمر، 7 بهارات ماشي. وبعدين بقوم نازله بقى عليها ميه ايه، ميه مغليه. بس انا بقى زي ما بقول لكم، وسيبيها بقى تاخد وتدي بشكل ودي مع بعضها كده، هتلاقي ايه ان هي استوت. والصوص بتاعها ده جنب شويه رز جنب عيش وبطاطس محمره. انا عن نفسي في اليوم ده عملتها ايه، عملتها بطاطس محمره وعيش جنبيها، وكل واحد خد له شريحه لحمه كده. والله كانت الدنيا زي الفل يا بنات ودايما مستوره. بس انا من الناس اللي لما بنزل اجيب
اي طلب او رايحه اي مشوار لازم اكون سايبه شقتي بيرفكت، علشان ما ببقى متوتره. والله العظيم هتقولي طب انت متوتره ليه يا ام مازن؟ لا ما اعرفش، لو لقيت اي حاجه منعكشه ولا اي حاجه فيها ترابه يا لهوي احس بقى ان الدنيا ايه، لا مش عارفه ايه، يلا ننضف يلا كده. انا كده والله العظيم مجنونه بالنظافه، بس ربنا يديني الصحه، لاني من كتر ما حملت على نفسي للاسف. يعني انا بقول لكم كده ان انا بحفزكم كل حاجه، بس برضه هقول لك ما تجيش على نفسك، لاني انا تعبت والله العظيم بكلمكم بجد. انا تعبت من كتر الشغل والحركه وكده، انا تعبت والله. هي بصوا ماما الله يرحمها كانت دايما تقول العافيه للتراب، فاهمين قصدي؟ بس ايوه الواحد ما بيستخسرش عافيته، بس ما تبقاش الدنيا نظيفه وتشيليها. انا بقى كده، انا مجنونه بكده. الدنيا نظيفه اقول لهم لا نلمع بقى عشان تبقى ايه، اول باول الحاجه جديد ماشي. فده خلاني والله العظيم بقيت اتعب، بقيت اطراف صوابعي، بس انا اطراف صوابعي دي الدكتور قال لي من السكر، اللي هي الاعصاب الطرفيه دي من السكر. فمين قصدي بلاقي سخونه والله العظيم يا بنات في كعب رجلي، في مشط رجلي من تحت، اللي هو بطن رجلي، اسمها بطن رجلي دي ماشي. صوابعي والله العظيم لما كشفت فقال لي دي بتبقى مضاعفات السكر، وكتب لي على فيتامين بي 12 وكتب لي على حقن وباخد والله العظيم. بس انا بقول لك اشتغلي بس ما تجيش على نفسك، لاني انا هلكت نفسي والله العظيم يا بنات، هلكت. تبقى هدومي مبلوله اسيبها تنشف عليا، انضف اقول لا ما اقعدش الا لما اخلص، ما بديش نفسي هدنه، مع اني من حقي ان انا اخد هدنه. ما البيت كله بياخد هدنه، انا ما باخدش هدنه والله العظيم. عارفين اللي شقيانه على طول، عارفين يا بنات انا ما خدتش هدنه غير ايه؟ غير فاكرين الرحله اللي انا قلت لكم عليها بتاعه اسمها ايه اللي احنا رحناها؟ اسمها ايه في رحله احنا رحناها بتاعت ايه اللي انا كنت مصورها لكم؟ بتاعت السويس، فندق السويس. هي دي الوحيده اللي خدت راحه فيها عشان ما عملتش فيها حاجه، فاهمين قصدي؟ فادي نفسك يا بنتي راحه وريحي نفسك، اشتغلي بس ما تجهديش نفسك، ما تبقاش الدنيا نظيفه وتيجي على نفسك وتشيلي، لا ما دام نظيفه سيبيها، لمعي حتى يا ستي من على الوش كده، فاهمه قصدي؟ انا بقى ايه مسكت عملت اللحمه بتاعتي وقشرت البطاطس وعملت طبق سلطه، كل ده جهزته عشان لما اجي احط الغدا على طول. وبعدين دخلت بقى، كانت الريسبشن عندي نضيف والبلكونه نضيفه، لسه كنت عامله فيها جايباها عليها وطيها زي ما بيقولوا كده، بس انا لسه ما نزلتلكوش الفيديو، لسه ما خلصتوش. بس وخلاص وايه ولفت لفه سريعه في الشقه. كان عندي طبق غسيل طبقته كله غسيل على الحبل، واخر لحظه واسعد لحظه بالنسبه لي اللحظه اللي انا برش فيها المعطر وبقفل باب الاوضه دي يا بنات، اسعد لحظه بالنسبه لي. بص الدنيا نضيفه ازاي. واخر كلامي انا الحمد لله رب العالمين.